عليكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى اخوات وأحلى جمهور في الدنيا، بحبكم في الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم وصفة جميلة جدا، ميكس كده ما بين الآيس كريم والمهلبية، حاجة طعمها حلو جدا هتعجب أولادك وهتعجبك إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، عايزاكم تدخلوا على القناة تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو دوت، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومفيد ان شاء الله. واهم حاجة حطوا لايك للفيديو يا جماعة عشان خاطر ترفعوا معايا الفيديو ده. دلوقتي بقى هبدأ اعرفكم على المكونات بتاعتي. انا معايا كيلو لبن، ومعايا كريم شانتيه خام، ومعايا معلقتين جوز الهند، وباكو فانيليا وزبيب، والكمية دي من النشا. ان شاء الله الوصفة دي جميلة جدا، فيها طعمها طعم الايس كريم، هي خطوات الايس كريم بالظبط. فهعملها معاكم بطريقه سهله هتعجبكم وهتعجب اولادكم، وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. هجيب معايا الاول كده كوبايه عشان ندوب النشا. هنزل بكميه النشا اللي معايا دي وادوبها كده في الاول. الكريم شانتيه ده كريم خام يا جماعه، معلهوش سكر، بشتريه هو مبيبقاش عليه سكر، فانا لما جيت اخفقه حطيت عليه 3 معالق سكر. وكمان المفروض ان انا وانا بخفقه احط عليه الفانيليا، بس انا مرضتش احطها لان انا طبعا عاملاها قبل الفيديو، فقلت لازم لما اوريكم بس الفانيليا الاول، بعد كده هبدا احطها قدامكم عشان تبقوا عارفين انا بعمل ايه في الوصفه. وكمان الفانيليا بتديها طعم حلو قوي. هقلب بقى معايا كميه النشا دي كلها. انا حطيت معايا الكميه دي، هقلبها كويس. خلاص كده انا قلبتها، ما عادش فيها اي تكتلات، زي ما انتوا شايفين كده بقت سايله خالص. دلوقتي بقى هاخد كميه اللبن اللي معايا دي هحطها على النار عشان يبدا يسخن، ونبدا نشوف بقيه الوصفه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت اللبن هنا هيسخن ونبدا نشتغل بيه. معايا بقى هنا معايا هنا بقى الكريمه، هحط عليها الفانيليا زي ما قلت لكم، واشتغل فيها تاني شويه، كمان اخفقها كمان شويه عشان خاطر الفانيليا تتوزع على كل الكريمه، لان الفانيليا دي هي اللي بتديها طعم حلو للوصفه بتاعتنا. فاهم حاجه يا جماعه الفانيليا، ما تنسوش الفانيليا بتديها طعم حلو قوي. هخفق كويس عشان خاطر الخفق ده اللي بيخلي معايا القوام كويس وبيخليها حلوة قوي معايا وبيدينا النتيجة المظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، خفقتها كويس، ودلوقتي هي معلش محتاجة حاجة. هنشوف بقى بقية المكونات هنعمل فيها ايه. هنشوف اللبن بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هو اللبن كده سخن، هقلب بس فيه شوية كده عشان خاطر الحرارة بتاعته كلها تتوزع. دي كمية السكر اللي انا حطها معايا، وطبعا انا زي ما قلت لكم حاطه سكر على الكريمة، عليها سكر، فمش هحط سكر كتير. هدوب السكر معايا كله كده، مش هنزل بالكريمة غير لما احس ان السكر كله داب عشان ما يبقاش مخرز معايا في الوصفة بتاعتي. هنقلب كويس عشان خاطر ان احنا ندوب السكر، وبعد كده هنزل بقى بالنشا واحدة واحدة كده. هفضي بقية الكمية اللي معايا
وهقلب بقى كويس عشان خاطر النشا متلزقش معايا في قعر الحله. هجيب بقى الكريمه وابدا انزل كده، بتديها طعم حلو قوي وقوام جميل جدا هيعجبكم، وكمان بتديكي نفس نتيجة الايس كريم بالظبط. جميلة جدا، ياريت تجربوها هتعجبكم، وكمان هتعجب الاولاد هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. هي دلوقتي ما كانش راضية ان هي تفك معايا في الخليط، فانا هنزل الكمية كلها وبعد كده ابدأ اشتغل بيها، اشتغل بالمضرب تاني في الحلة كده عشان خاطر يفككها معايا، لان كانت النشا استوت، فانا عايزة الكريمة تفك، فهشتغل بقى بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. فككها معايا على طول، وبقى القوام جميل ازاي وانسيابي ما شاء الله، بقت جميلة جدا. خلاص كده الوصفة بتاعتي خلصت، هبدأ بقى ان انا اصبها في الاطباق دي. ما شاء الله جميلة، لما نسيبها بقى تبرد بتمسك كده وتبقى جميلة جدا، نفس الطعم ونفس قوام الايس كريم بالظبط. بجد النتيجة حلوة ومبهرة، عايزاكم تجربوا الوصفة دي، ولو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد ومفيد ان شاء الله. وياريت ما تنسوش تقولوا في التعليقات رأيكم في الوصفة بتاعتي، واللي جربها ياريت برضو يخش لها التعليقات ويقول ان هو جربها ويقول النتيجة كانت عاملة ايه معاه. انا خلاص كده يا حبايبي صبيت الخليط بتاعي كله في الاطباق، هسيبه يبرد وبعد كده ابدا احط عليه الزبيب وجوز الهند. دلوقتي الخليط بتاعي برد، هبدا بقى ارش عليه الزبيب وجوز الهند، عمل طبقه على الوش كده بحيث ان انا لو حطيت الزبيب او جوز الهند مش هينزل على الخليط. زي ما انتوا شايفين كده خلاص جمد. هرش بقى الزبيب وجوز الهند مع بعض كده، وهكتر عليه جوز الهند، انا بحب جوز الهند تبقى كتير على الوش كده تديله طعم حلو. وكمان لو عندك جوز الهند وحبيتي تحطيه على الخليط وانت لسه بتعمليه بيدي طعم كمان حلو وكمان نتيجة كويسة. هوزع كده على الاطباق كلها زي ما انتوا شايفين، واحط كتير، انا بحب جوز الهند كتير، وده طبعا حسب الرغبة. فاضل بقى معايا الزبيب، هوزعه كده
انا بحب ارص الزبيب كده بالواحدة زي ما انتوا شايفين، بس طبعا هرجع ازودها زبيب تاني. ودي النهاية بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. بجد الوصفة جميلة جدا وهتعجب اولادكم وهتعجبكم كمان، النتيجة مبهرة. بس قبل ما تمشوا بقى وتسيبوا الفيديو، ياريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.